فاكرين ممدوح فرج؟ هي بقول لك انت، احنا في التسعينات وما احكيلكش يعني ايه فان دام في التسعينات. وامشي مخط واتباهى وكأن الولا بندام، ولا بروسلي ولا جاكي شان ولا اميتاب باتشان. جبار سينج. المصريين طوابير على السينما ونوادي الفيديو في كل شبر في مصر، طوابير عشان يشوفوا واحد بس من دول بيضرب 15 نفر بالدور. الضربة المزدوجة والموت طريقي ولا تراجع ولا استسلام. يا عم مش ده او الراس الكبيرة اللي الليمبي كان بيتكلم عليه هنا بالمناسبة. شفت فيلم الراس الكبيرة؟ أنا شفت ده راس أكبر منه. كان في الأعياد ممكن التلفزيون الأرضي يجيب فيلم جديد من دول ما تعرضش قبل كده، العيد بيبقى عيدين، تستوستيرون وطاقة الضرب عند الجيل ده تثير الدهشة. الأفلام دي كانت أهم ملامح إنك تبقى شاب في التسعينات، من الثوابت حتى لو ما بتحبهاش أو حتى مش بتطيقها، فهي في حياتك بشكل من الأشكال. 150 نسخة فيلم هندي 100 فان دام. يا أصحابك بيحبوها ومصدعينك بيها غصب واقتدار، يا عندك أخ كبير بيعزم صحابه على الفيديو كل يوم خميس وتسمع التكسير والضرب لآخر الليل. الأفلام دي وأبطالها كانوا أحيانا أهم وأنجح من السينما المحلية بكل أسمائها. الناس كلت وشنا، بس جالنا اللي هينقذنا. أفلام الحركة أخيراً خدت ختم صنع في مصر. الاستقبال كان تاريخي. قبضة الهلالي اتصور ب3 كاميرات سينما، حقق 45,000 جنيه في العيد. قبضة الهلالي والبلدوزر وجحيم امرأة، كلها أعمال ولعت الدنيا. وبالفعل يسيطر يوسف منصور لوحده على التصنيف ده كله، وخلى الضرب اللي التسعينات بتعشقه كله بالمصري. ولكن الواضح ان افلام الحركة ما كانتش كفاية تشبع رغبات الجيل التستوستيروني ده، وعشان كده اتفتح باب اوسع بكتير من مليون فيلم. المصارعة الحرة كانت موال لوحدها، نوع تاني خالص من الضرب وشكل تاني من الترفيه، بجمهور ضخم جدا لدرجة انه كان عنده حتة بتاعته منفصلة في بعض نوادي الفيديو. شرايط هالك هوجن بالذات كانت الاكثر مبيعا، وكان واحد من ابطال التسعينات ما يقلش حاجة عن جاكي شان وبروسلي. شعبيته وصلت ان قناة تانية الارضي بتاعتنا عملت عرض حصري لهوجن وشاطئ المغامرات. المسلسل ده كان حوار وسابقة لانه كان جديد ولسه معروض في امريكا من مفيش شوية، فعلى عكس المعتاد ما كانش ميديا متخزنة قديمة، بل احدث اعمال هالك هوجن. والجدير بالذكر ان التلفزيون الارضي كان عامل مجهود يحترم جدا في اعمال الحركة عموما والمصارعة الحرة كمان بالاخص. يعني مثلا ما ينفعش ننسى برنامج مصارعة المحترفين اللي كان بيجي على التلفزيون الأرضي بصوت المعلق الراحل فريد حسن. كان في معلق هنا الله يرحمه اسمه فريد حسن، كان من الناس اللي حببت الناس في المصارعة. ده بصمة. وأيوة دي مصارعة أقزام. مرجوك ما تسألش الجيل ده كان ممكن يتفرج على أي حاجة بتضرب أي حاجة. هنا خاني برضه من ناس وبعدين جات بضراع دفع الأحبال. وبصراحة ده ما كانش احنا في مصر بس، كل اللي كان في السعودية من الجيل الأقدم مواطن أو مقيم عنده ذكرى مماثلة مع صوت الراحل إبراهيم الراشد. ثاني رائع من تيتو سانتانا، كادت الأمور أن تنقلب لصالح تيتو سانتانا. والبرنامج ده يبقى واحد من أول وأكبر برامج المصارعة الحرة في المنطقة، وعمل ذكريات كتير جدا للمتابعين. يستطيع أن ينهض من آلام ذراعه ويده. ومن الواضح ان الرغبة في التلطيش كانت عابرة للحدود وممتدة للخليج. الرغبة دي فضلت في ازدياد شديد، شعبية الافلام دي في صعود مستمر، مبيعات شرايط الفيديو في السماء، بس كالعادة يحصل بلوت تويست. التسعينات عدت وشرايط الفيديو بقت دقة قديمة، وحتى التلفزيون بطل يجيب مصارعة المحترفين. التكنولوجيا هتتغير في سنة او 2 بالكتير، الميديا هتنقلب رأسا على عقب. تكنولوجيا ويدخل بيوتنا الغالي صانع بهجة الألفينات الدش. ميديا جديدة تماما، شكل تلفزيون ما شفناهوش قبل كده، ذكرياته كلها حكيناها في فيديو الفضائيات. ابقى شوفوا نقلة نوعية من التلفزيون الأرضي المحلي اللي بيقفل بالليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لشلال من القنوات من كل دول المنطقة 24 ساعة. التسعينات انتهت، ولكن التستوستيرون التسعيناتي ما انتهاش. في تعطش غير عادي لمزيد ومزيد من الخبط والرزع، وده يتسبب في اللي بنشوفه في كل حكاية، فجوة مستنية اللي يسدها. يقدم لنا الدش عالم هيشبع كل الرغبات المكبوتة لهذا الجيل الدموي، عالم من شدة المتعة والإثارة هينسيك بروسلي كأنه مجاش. المصارعة العالمية الترفيهية WWE، والترفيهية يبقى الوصف الوحيد ليها. الموضوع تحول من فيلم بينتهي ويخلص في ساعتين لعرض ابتدى مرة وما بينتهيش، وده مش تعبير مجازي ولا مبالغة، ده أبسط وصف WWE. مفيش حاجة اسمها نهاية، كل أسبوع في عرض، العرض الواحد ساعتين 3، والعرض مستمر أسبوع ورا أسبوع ورا أسبوع، وبقالنا 1250 أسبوع والعرض مازال مستمر. كمية تفاصيل وترفيه في العرض الواحد تساوي 20 فيلم في بعض. ده متخانق مع ده وده عايز ينتقم من ده، ودول عملوا فريق ونازلين تلطيش في الكل، بس ده خان ده وضربه في ظهره، ودلوقتي هيلعبوا بعض كمان اسبوعين، وانت مش عارف تنام الاسبوعين دول عشان تعرف ايه اللي هيحصل. اكتر سؤال كان بيتسأل ايامها وبسببه صدق او لا تصدق قامت خناقات حقيقية: هي المصارعة تمثيل ولا بجد؟ تمثيل، كله تمثيل. السيناريوهات كلها مكتوبة مش حقيقية، الضرب حقيقي بس مش قوي، ولكن اللي أكيد المتعة والترفيه حقيقيين 100%. الشخصيات لوحدها متصممة من حيث الأزياء والميك اب والأصوات عشان تحول أشخاص بشرية لوحوش وكائنات أسطورية. بص الأندرتيكر، الحنوتي، أشهر الأسماء وأكثرهم زيارة لكوابيس المتابعين. ده بياخد كين في إيديه اللي كان لابس ماسك وقلعه ويا ريته فضل لابسه. يا ريتني ما سألت. أسماء المصارعين لوحدها هترجعك سنين ورا، زي ستيف أوستن وبروك لاسنر وجولدبرج وأكيد الروك. ده غير بقى العمالقة اللي كملوا معانا: تريبل اتش، شون مايكلز، ري ميستيريو، البيج شو، وأكيد القائمة بتاعت المصارعين لا نهائية، تحس ان هم كل اسبوع بيزيدوا 10. الديزاين بتاع كل حاجة حتى الحلبة والبراند مصممين عشان ما تعرفش تشيل عينك من على التلفزيون. ولا الدخلات، كل مصارع وهو داخل بيتعرض فيديو كليب على شاشة كبيرة مع موسيقى واستعراض بيعملوا كل مرة، وكل مرة بتستناه كأنك عمرك ما شفت الفيديو ده ولا عمرك شفته بيعمل الحركات دي قبل كده. وبعد كل ده تقول لي بروسلي وجاكي شان؟ قول لي بروسلي ولا جاكي شان، لا ياباني ولا تقفيل تايوان. طب وكنا بنشوف الكلام ده كله فين؟ الإجابة في الكارت ده، كارت ART، الكارت الذهبي للترفيه التلفزيوني في الألفينات. بتدفع اشتراك 3 شهور لسنة ويدوك كارت تدخله في الدش بتاعك، بس لازم تتأكد انك عندك ريسيفر من ابو كامة، دي كامة بالمناسبة. ولو بتحب المصارعة فالكارت ده لا غنى عنه. فART اشترت الحقوق الحصرية للWWE. هو في الواقع الWWE كان له قسمين، سماك داون ورا، دول زي ما تقول كده عالمين منفصلين بالمصارعين بتوعهم بقصص منفصلة. ART كانت شارية حقوق الرا، فانا بشوف اللوجو ده بس عقلي بياخدني ل 2006 فورا. وتحدياتها الرائعة مع برنامج رو. والمفاجأة بقى إن العرض كان بيجي لايف مباشرة كل يوم 3 الساعة 5 الفجر تزامنا مع أمريكا. وصدقني ياما مدارس وجامعات وشغل اتزوغ منهم عشان العرض ده بالتحديد، ولكن كل ده بالإنجليزي، كل دول أجانب. ما عندناش أي منتج محلي. هيا يا يحيى اسحق فومانشي. المرة دي مش هينفع نعمل WWE في البيت، للأسف الموضوع كبير قوي. وبرغم ان احنا مش هينفع نعمل الاتحاد في البيت، بس ينفع نخترع حاجة جديدة في البيت عادي. ومن هنا يجيلنا الكابتن. ممدوح فرج مصارع من الثمانينات. السبب انك ما سمعتش عنه او شفته في ايام نوادي الفيديو انه ما كانش محترف في المصارعه الامريكاني اللي هي التجاريه المشهوره اللي غزت العالم كله، بل كان محترف في اوروبا اللي تبقى مصارعه محليه جدا، ولو انت بره بلدهم مش هتسمع عنها، ولكنه كان اسم مسمع جدا في المصارعه الاوروبيه، وبالاخص النمسا اللي عاش فيها وخد جنسيتها، وده كله قبل ما يرجع مصر في 91. ممدوح فرج ما يجيش بايده فاضيه. في نفس السنه نظم بطوله مصارعه في اكاديميه الشرطه، عملت نجاح محترم، فنظم واحده تانية في 94 ثم اعتزل. واعتزاله بقى بداية حكايتنا. اهلا ومرحبا بكم مع
مصارعة المحترفين. هيعمل كامباك معتبر على الاي ار تي، محلل ومعلق. فكرة عبقرية برغم بساطتها، ولكن تأثيرها وأهميتها يتحكي عليهم صفحات. بيبو بشير بيبو بشير بيبو جول. التعليق الرياضي والاستوديو التحليلي في مصر هي الطريقة الوحيدة لمتابعة أي رياضة بره الاستاد. رياضة من غير تعليق يعني رقصة من غير مزيكا، أكل من غير ملح يعني ما يتاكلش. القاضية ممكن. ولو هتخلي المصارعة حاجة مش بس مقتصرة على الشباب التستوستيروني بتاع التسعينات اللي عايز تلطيش وخلاص، وعايز تخلي الكل يتفرج على الحاجة دي، مفيش أي مفر من التعليق الرياضي. وممدوح فرج بقى كان حاجة ولا في الأحلام للرياضة دي بالذات، لأنها برغم شعبيتها اللي قعدنا نتحاكى عليها مقتصرة على الشباب من الذكور. فإزاي هتغير ده؟ إزاي تخلي اتنين لابسين ولا مؤاخذة الباس وقاعدين يهروا في بعض ضرب، حاجة تجمع العيلة؟ أصلا الكونسبت في حد ذاته وأنا بقوله ماسك نفسي من الضحك. الرجاله دي مش لابسه بنطلوناتها ليه يا وديع؟ ولكن ممدوح فرج أكتر ما منه معلق أو مصارع، فهو حاجة أهم بكتير، كاركتر. انا عايز اقول لك القبول. صح. القبول بيلعب دور. مش قادر أوصف قد إيه كاركتر ممدوح فرج مميز جدا على كل المستويات. داخل بيت اسود، عارف الاسود؟ فوم، رحت مطوحه رقبته دي، تك باي باي. فكل يوم جمعة الساعة 11 بالليل على ART سبورتس بيبقى قدامنا رجل ضخم بصوت عميق وابتسامة كبيرة. ابتسامته وضحكته بجانب طريقة إلقائه لأي حاجة تخليك قاعد بابتسامة بلهاء على وشك طول البرنامج. أهلا بيكم مع الريسلينج شو. عنده قبول وأريحية في الكلام يحسسك إن الاستوديو ده في صالة بيتكم، وبيبني عشم ما بينكم وإنت عمرك ما شفته في حياتك بره الشاشة. عشان مفيش طلبة تسهر ويبقى المذاكرة وأيام المذاكرة تبقى معدولة. ده يبان جدا في فقرة المكالمات التليفونية. إبراهيم فرج من قلم علوية. أهلا وسهلا. اوعى أكون أخويا وأنا مش عارف والله. أنت أخ. دي حكاية لوحدها. المتصلين بيتكلموا بعشم كأنهم مولودين سوا. انا طلب منك. مرحبا. عايز رقم تليفون الاسد يبقى معايا، ايه راي حضرتك؟ حابس. إن دل على شيء يدل على إنه فعلا سهل يخش القلب، وعفوي وصادق وبسيط. ولكن الزيادة على العفوية والبساطة عنصر مهم جدا، إنه قادر يجبرك تتفرج ويجبرك تعمل فشار كمان. وده مش عشان ممدوح فرج بيعلمك أي حاجة جديدة عن المصارعة، أنت تقريبا بتنسى كل اللي اتعلمته عن المصارعة كل مرة بتشوف ممدوح فرج. حرفيا هينسيك إزاي حتى تنطق أسماء اللعيبة، أندرتيكا والترابل اتش وكين. وادي اندرتيكا وادي كين، ترابل اتش هم تاني. عايز تسمع الأسماء الصح؟ روح اتفرج على الأمريكان يوم الثلاث الفجر، مش عايزين عوجة لسان. give me 5. فالفرجة على ممدوح فرج ما كانتش للمصارعة قوي على قد ما كانت عشان الكابتن مسلي جدا جدا جدا، من اول المقدمة لحد النهاية، مرورا بالمكالمات التليفونية اللي دايما فيها مجموعة معينة من المكالمات البرنامج ما بيخرجش عنها، تتكون من طلب ماتش عمره ما هيتعرض. هو في بيرت هارت برضه مع ستيف اوستن. ده بقى مش محضرها لك النهارده. حد تاني بيشكر في بطولات الكابتن ممدوح. اسد ابن الاسد. وطفل، دايما في طفل. انا رمضان. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. كل ده من غير حتى ما الماتشات تبدأ. الماتشات كانت اغلبها قديمة، مش من نفس الاسبوع، واحيانا ولا حتى الشهر، وكمان بيعرض كلاسيكيات. وكل فترة كده لازم نشوف ماتش للكابتن ممدوح بينسف حد من الاوروبيين زمان. وتثبيت 1 2 3. التعليق بقى حكاية وموال، مصطلحات ولازمات مش هتسمعها في حياتك بالشكل ده، بتبقى قاعد هتموت وتسمعه بيقولها. كروز لاين على الطاير. الله. تجربة العرض اللايف يوم الثلاث وبرنامج ممدوح فرج تجربتين ملهمش أي علاقة ببعض، كأنك بتتفرج على رياضتين مختلفتين من كتر ما كل تجربة ليها طعم تاني. بمناسبة عرض الثلاث، عرض يوم الثلاث ده توقف في حادثة حضرتها بنفسي وشفتها بعناية، وهي إن أثناء العرض حصل مشهد للكبار فقط. فجأة الشاشة قلبت اسود، العرض ما كملش ثم ما جاش تاني اطلاقا، وابتدى يتعرض مسجل. يأتيكم مساء كل خميس في الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش. لحد النهارده فاكر الشاشة السوداء وانتهاء العرض اللايف للأبد. كان يوم حزين، ولكن برغم توقف عرض الثلاث ممدوح فرج مكمل وبقوة، مساحته بتزيد يوم عن يوم. ولأن كابتن ممدوح فرج قنبلة ترفيه، كان مسألة وقت وعملوا له برنامج ترفيه مخصوص بيه بعيدا عن الاستوديو التحليلي، عشان شخصيته المسلية جدا دي تاخد مساحتها بالكامل. تشرب ايه؟ What do you like drink؟ كابتن ممدوح يبتدي يجيب مصارعين في الأغلب محدش سمع عنهم قبل كده في حياتهم ويستلمهم بقى. Some president for you. Look.
مرة انترفيو يستفزهم، يعني عديت عليك 1 2 3 وكسبتك تسبيك تاف. مرة مقلب قمة العشوائية لحد ما تجيب اخرها ويضطر بقى كابتن ممدوح يدغدغهم وامره لله. استمر ممدوح فرج مع ART لحد 2007. الانفصال عن ART كان مفاجئ وليه سبب، والرواية الشهيرة بتقول كالآتي: بعد اتصال تليفوني ما عجبش الكابتن ممدوح، كان المفروض يبقى فيه فاصل والصوت في الاستوديو يقطع. الصوت ما قطعش، وكابتن ممدوح علق على المكالمة تعليق نقدر نقول مش المفروض يتذاع. لا يا باولو منتج يا باولو. القصة دي كلها غير مسجلة وما نعرفش قوي التفاصيل دي دقيقة فعلا ولا لأ، ولكن ملامح القصة العامة تم تأكيدها من كابتن محمد في قناة المصارع اللي اشتغل مع الكابتن ممدوح 11 سنة. كابتن ممدوح فرج مشي من ART بسبب غلطة، اتضايق من مكالمة وكانوا طالعين فاصل إعلاني والصوت طلع لأن مهندس الصوت ما قفلهاش. كلنا بنغلط، الغلط دايما وارد، ودي ما كانتش النهاية. كابتن ممدوح راح على القناة اللي كانت مكسرة الدنيا وقتها، مودرن سبورت، عشان يعمل برنامج لمس كتاف. كابتن ممدوح فرج على القنوات المفتوحة، بوم شولدر فيست. طبعا البرنامج كسر الدنيا. كل الترفيه ده كان مسألة وقت ويتوسع. البرامج دي كلها كانت خطوة في الحلم الكبير اللي حصل في 2009. عارفين يا جماعة يعني ايه فيلم وحش جدا؟ من كتر وحشته انت مش قادر تبطل فرجة. فيلم وحش جدا ولكنك هتشوفه في السهرة وبكامل إرادتك. أقدم لكم علقة موت. احنا بننسق مع هيئة تنشيط السياحة وهم وعدونا بدعم كبير ان شاء الله. التطور الطبيعي لممدوح فرج انه كان لازم يوصل للسينما، وبصراحة مش قادر اتخيل شكل تاني ليه سينمائيا غير علقة موت. ننزل خبر كبير في الجرايد نطلب فيه شركات لرعاية البطولة. لو هيعمل فيلم كان لازم يبقى علقة موت. البركة في وزارة داخلية ورجال وزارة داخلية. انا وللزمن كنت من القلائل اللي دخلوا الفيلم ده في السينما، ولو انت من سعداء الحظ يا ريت تقول لي في الكومنتات وتسجل اسمك معايا في التاريخ. تسليمك لنفسك لا هيأخر ولا هيقدم يا اخي. وفي سينما شيراتون الله يرحم ايامها، السينما كلها كانت عبارة وقتها عن 4 أو 5 شلل شباب داخلين لنفس الغرض، الاستمتاع بالكارثة. تعالي اتفضل يوما. وده بدون مبالغة من أحسن العروض اللي أنا حضرتها في حياتي. ما شفتش حالة من السعادة بالشكل ده من ناس داخلة فيلم وحش وكلنا عارفين إنه وحش، بل داخلينه عشان وحش. ولأن السينمات كانت فاضية ويعتبر عرض خاص، ال4 5 شلل اللي موجودين دول كانوا في حالة من الهستيريا، نازلين تسقيف وتشجيع لكابتن ممدوح فرج وللشحات مبروك ولأي حد معدي قدام الكاميرا. ولكني ما شفتش ناس بتضحك بالقوة دي من ساعة الليمبي بجد. نورت مصر. وبرضه مش محتاج اقول خالص ان الفيلم فشل تام، ولكن اللي دخلوا عشان يشوف الفشل ده بعينيه ومش متوقع اي حاجة تانية. بعد ساعتين الاتوبيس ده هيبقى بوم. بعد فشل علقة موت ينتقل ممدوح فرج لشاشة التلفزيون المصري على نايل سبورت في برنامج الضربة القاضية، ثم يروح لقناة النهار يقدم برنامج المصارع، وينهي كاريره على التلفزيون في اخر برنامج ليه على الاطلاق، مصارعة المحترفين على قناة دريم. طبعا كل البرامج دي نجحت جدا، ولكن كل اللي بقوله ده مش هو اللي هيخلد ذكرى اسطورة المصارعة والترفيه المصرية، انما اللي قام بالدور ده ميم. هي بقول لك انت. في 2008 الاعلان ده حصل. الاعلان نجح نجاح غير طبيعي، وكان من اوائل الترندات اللي تلف البلد كلها بالشكل اللي متعودين عليه دلوقتي وبقى طبيعي. رشاقة جسمك وجماله مسؤولية كبيرة. هي بقول لك انت. نجح بشكل غير طبيعي لدرجة ان ممدوح فرج قال لو كنت اعرف انه هيجيب كل الفلوس دي كنت انتجته بنفسي. هي بقول لك انت. ده كان افيه داير في البلد كلها لفترة طويلة، اي حد من صحابك يكلمك تقول له هي انت، حتى وصلت للافلام. بقول لك انت. الترفيه والتسلية والذكريات اللي ممدوح فرج قدمها خرافية وملهاش مثيل. خلى رياضة عنيفة مقتصرة على الشباب المتحمس تبقى حدث ترفيهي يوصل كل البيوت ويتفاعل معاه عائلات وأطفال. كسر تحديات القنوات المشفرة وعرف يوصل لكل الناس برغم التشفير، وكسر الدنيا في القنوات المفتوحة وكمل نجاحه. حتى فيلمه الوحش قدم لي شخصيا واحدة من أحلى ذكرياتي مع صالة سينما عظيمة ما بقتش حتى موجودة. شيء غير عادي إن حد يبقى عنده قدرة على الترفيه بالشكل ده وبأقل مجهود ممكن. مصارع القرن في إفريقيا والعالم العربي ممدوح فرج يفارق الحياة عن عمر يناهز 63 عاما. في 2014 ممدوح فرج رحل عن عالمنا بدري في خبر كان حزين وغير متوقع. رحل ممدوح فرج ولكن كل الذكريات والسعادة اللي سابها وراه عايشة في أذهان جيل بحاله إلى صانع بهجة حقيقي. وداعا ممدوح فرج.
أراكم على خير. شكرا جزيلا ويا رب أكون عند حسن ظنكم.